السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل عيش الفينو، عيش اقتصادي جدا بمقادير موجودة في البيت وهش وخفيف جدا. لو أول مرة تشوفوا قناتي انتوا الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم بالكومنتات وما تنسوش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. بسم الله. واول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، هيكون معايا معلقتين من السكر، وهيكون معايا ربع كوبايه من الزيت، معايا ربع معلقه صغيره من الملح، ومعايا كيس خميره فوريه، ومعايا سمسم ده اختياري. قبل ما ابتدي اي حاجه هجيب كيس الخميره وهجيب برطمان وهنزل فيه كده بالخميره بتاعتي، وهاخد معلقه من السكر وهحطها عليه، ومعايا ميه دافيه هنزل عليه بشويه صغيره حوالي ربع كوبايه، وهقلبها كويس جدا وهركنها على جنب في كوبايه فاضيه، وهنزل عليها ببقيه كميه السكر، وهنزل عليها بالملح، وهنزل عليهم بشويه ميه دافيه، وهقلبهم كويس جدا لحد ما السكر والملح يدوب في الميه. هجيب بقى الدقيق وهنزل عليه كده بكوبايه من الميه الدافيه، وهنزل عليه بالسكر والملح اللي مدوباهم في الميه، وهبتدي اقلبهم كويس. وانا بعجن كده بنزل بالميه شويه بشويه عشان العجين ما يسيحش معايا. لو حسيت ان العجين ساح معاكي بترش شويه من الدقيق. هجيب بقى الخميره بتاعتي، بصوا يا جماعه شكلها فارت مني كده تحفه. هنزل كده عليها بقى على العجين، وابتدي كده الم كده بالشكل ده واعجنها كويس جدا. اخر حاجه هنزل بيها الزيت، وابتدي الم بقى العجين بتاعي كده عشان اخده على الرخامه او الترابيزه، وابتدي اخدم العجين بتاعي. هنزل بالعجين بتاعي كده على الترابيزه او الرخامه، وهبتدي اعجنه واختمه كده لمده 7 دقايق لحد ما العجينه تنعم في ايديا. بديله بقى رشه من الدقيق كده وبلم العجين بتاعي. العجينه يا جماعه تبقى في ايدينا طريه وبتلزق خفيف في ايدي. بعد ما العجينه بقت طريه معايا كده وناعمه، هجيب بوله وهدهنها بالزيت بالشكل ده. شايفين ملمس العجين بتاعي يا جماعه؟ عجينه طريه خالص وناعمه، بصوا ما بتلزقش في ايديا كمان، حلوه جدا. هنزل كده عليه بقى بالعجين بتاعي كده على اي جنب، المهم يدهن معايا وشه كده بالزيت، واقلبه على الناحيه التانية بالشكل ده. هغطيه بقى بستريتش او كيس بلاستيك واسيبه في مكان دافي لحد ما يخمر. وده شكل العجين بعد ما خمر تحفه يا جماعه. هبتدي اشيل عليه الكيس كده او الاسترتش، وهنزل كل الهواء اللي فيه. هنزل بالعجين بتاعي على الترابيزه عشان ابتدي اقطعه. هجيب العجين بالشكل دوت وهدخله بين صوابعي كده واضغط لفوق، هيطلع معانا بالشكل ده. مش هيحتاج انك تلفيه او تكوري العجين. ولو عندك ميزان حسب الحجم اللي انت عايزاه، لو عندك ميزان بقى اعمليه 70 جرام. وبعد ما بقطع العيش بغطيه بستريتش او كيس، وببتدي اشتغل رغيف رغيف. هرش رشه بسيطه من الدقيق صغيره جدا، وابتدي افرد عليها بقى العيش. هجيب اول رغيف وهنزل كده بططه على شكل مستطيل صغير بالشكل ده. اول ما افرده كده بالشكل ده على شكل المستطيل الصغير، هبتدي بقى الفه كده، وانا بلف بضغط لجوه، بضغط كده بالشكل ده والف اللفه التانية، وبضغط كده برضو لجوه بالشكل ده، الف كده. بعد كده بقى هجيب الطرف كده اللي من تحت، وابتدي اقفل فيه بالشكل دوت. وبعد كده هبرم الاحرف لفوق على على الحواف اللي انا طبقتها بالشكل ده. وابتدي افرد الرغيف بقى كده بايديا، افرده بالطول، الفه كده بس، وبشوف بقى حجم الطول اللي انت عايزاه بالشكل ده. في الوقت ده انا دهن الصاجون بتاعتي بالزيت، هرصص فيها العيش بتاعي بالشكل ده. بصوا انا خلصت كل العجين بتاعي وفردته في الصاجون، مغطياه بكيس، وممكن تغطيه بفوطه وهتسيبيه في مكان دافي لحد ما يخمر. هجيب بقى معلقه من السكر وعليها شويه ميه صغيرين، وهدوب بالسكر في الميه بالشكل ده. ده الدهان اللي انا هدهن بيه وش العيش بتاعي. اول ما العيش يخمر هبتدي بقى ادهنه كده وشه بالميه بسكر، وهرش شويه سمسم. لو مش حابه الميه بسكر تدهني بصفار بيضه وعليها معلقتين من اللبن، او صفار بيضه عليها معلقتين من الميه ورشه نسكافيه بلاك. وبكده خلصت الكميه كلها. انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200، الرف الوسطاني. اول ما ياخد لون هنزل بشبكه الفرن اللي تحت خالص، وهفتح الشوايه لحد ما ياخد لون من فوق.
اول ما العيش يخرج من الفرن برشه ببخاخ الميه واغطيه بفوطه عشان العيش ما ينشفش منه. شايفين العيش وجماله؟ طري جدا وهش جدا. يا رب اكون افدتكم، الفيديو عجبكم. مع السلامه.